السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبتدي كلامنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الفيديو اللي فات أنا قلت لماذا تلعب كرة القدم لطاهر وقفشة. عبد القادر، وأنت فاكر نفسك ميسي وإحنا مش واخدين بالنا؟ لو أنت يا باشا هتفضل على المستوى ده عشان حوار التجديد، لا يا باشا، توكل على الله، غور في نادي الزمالك أو أي نادي. والمرحلة اللي جاية بعد ماتش المصري، أنا نزلت عشان أنا بعد الماتش نزلت أتمشى عشان حرقة الدم. وطبعا البيلنتي اللي جه وحظ غير طبيعي. حارس مرمى المصري كان عالمي، كابتن مانويل نوير. ما علينا، عشان والله العظيم في شويه لعيبه كده في النادي الاهلي انتوا ما ينفعش تلبسوا خلاص تيشيرت النادي الاهلي. خلاص يا كابتن قفشه، وكتبت لهم بقميص مغطى بالبطولات التاسعه. خلاص يا باشا، هي غاليه وكل حاجه، توكل على الله. غربل. النادي الاهلي لازم يغير جلده، لعيبه لازم تمشي. ديانج لو ما جددش قعدوا دكه، اقرفوا، طلع عين اهله بالمنظر الخرا ده. يعني انا كنت بشيد ان هو لازم يجدد فيه. لا يا باشا، انت بالمنظر الخرا ده ايه ده؟ انت مفتقد قطعه اساسيه زي محمد رمضان، محمد شريف، مع السلامه. طاجن انت يا باشا، طاهر محمد طاهر، انت تفتح محل تسميه طاجن محمد طاجن. هتنافس الامبراطور والزعيم وابو طارق في الكشري والطواجن. يعني بجد انا مش فاهم في ايه. الكابتن امين عمر، الحكم المحترم، الكوره عدت بمحيطها خط المرمى والفار يقول لك ان هي مش جون، فانا حقا اعترض. وخدوا اول حرف من كل كلمه من الثلاث كلمات دول عشان الفيديو ما ياخدش بلوك. كباتن النادي الاهلي، انت دلوقتي التاني، سيراميكا الاول ب 26، انت التاني 23، الزمالك 22، بيراميدز الرابع ب 20 نقطه وفاضل له 3 مباريات مؤجله. لو كسبهم يركب الدوري بفرق كام يا باشا؟ 6 عنك، 3 عن سيراميكا، و7 عن نادي الزمالك. احنا مش هنكسب الدوري. سيبك بقى من الناس اللي هي بقى اللي على اليوتيوب اللي بيطلع يسف على اللعيبه ويهزر ويسانكن على اللعيبه. استاذنكم يا باشا، فكك، لان اللي بيتقال ده كله هجص. الفرقه دي لو راحت السوبر، انت هتعدي سيراميكا كليوباترا باي لك، ده لو عديتها. وطلعت لو لعبت بيراميدز هياخد منك السوبر. وبفكرني انا قلتها لك، حتى لو كسبنا. بس ده انا، انت العقليه كلها انت بتهاجم. فين بقى الفينش؟ فين النهايه؟ زي ما انت بتلعب مع فرقه زي الماتش اللي فات، بتروجيت نزلت تدافع، خدت كوره، شكرا، ما عملتش حاجه. وانت ضغط 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 ضغط، مفيش انهاء للفرص، مفيش حد عارف يخلص فرصه. ماتش بعنوان احرق دم الناس والجماهير. انتوا بتاخدوا يا جدعان ملايين على ايه؟ انت طاهر بتطلب 20 و30 مليون على ايه؟ يا راجل ده انا عندي 40 سنه اقدر العب احسن منك. ايه قمه حرقه الدم دي يا جدعان؟ وناس تقعد بقى تعمل علينا مجال ومداين، وانا عايز 20 وانا عايز 50، وتقعدوا تطلعوا ميتين ابو ام الجماهير. الرحمه حلوه يا جدعان، الرحمه حلوه. انت بالمستوى ده، هل انت فاكر ان انت لا قدر الله لو وقعت في مجموعه مثلا فيها فرقه جزائريه ولا سان داونز، ولا انت هتجاري الناس دي كده؟ اتمنى يعني ان اداره النادي الاهلي بقى تلحقنا. هو العيب مش مدرب يا جدعان. الراجل يستروب للاسف، الراجل جاي على عماه، شايف لعيبه هوب بتنزل تأدي في التمرين، ساعه المطوشه بلح. وفي لعيبه كده، لعيبه التمرين تيجي في المطوشه كان الله بالسر عليم. طب كنتوا كملتوا يا جدعان بعماد النحاس، على الاقل الراجل كان فاهم الدنيا. وعلى الاقل السنه اللي فاتت هو اللي لحقنا وجاب لنا الدوري من بيراميدز، وهو اللي كسب الزمالك. بلاش انا مش عارف ليه لازم نستنقص قدر المدرب المصري. ما انت كان عندك حسام البدري، يعني حاجه غريبه. مش هطول عليكم يا جماعه، يعني ربنا يستر ونتقابل بقى في ماتشات السوبر ده. لو عدينا ووصلنا للنهائي ربنا يستر. وعلى فكره انت لو قابلت الزمالك برضه حالته زي الزفت، بس لا قدر الله ممكن يرجع عليك ببطوله. ربنا يستر يا جدعان، عشان ايه الواحد على اخره جدان. سلام عليكم.